نخش بقى مع حضراتكم وندي لك انطباع عن الملعب شكله عامل ازاي، اللعيبه الاكثر اختيارا في التشكيل. نروح لنسب اختيار اللعيبه، عشان وانت من هنا لغايه يوم 11 وانت بتشكل فرقتك وانت عايز تعمل فرقه تكسب بيها اي حد، وانت عايز تغلس على اصحابك وانت عايز تعمل كل حاجه انت عايز تعملها، تبقى عارف الدنيا رايحه ازاي. بصوا مع حضراتكم، ادي الاكثر اختيارا بالنسبه لكل لعيبه فانتزي فرقتك الدوري المصري. الشناوي 72% في حراسه المرمى، اكتر حارس مرمى تم اختياره على مستوى الدوري الممتاز كله. ليه الشناوي لو انت شلت الشناوي من النادي الاهلي هتبقى شلت اكبر ضلع وسد منيع عالي جوه النادي الاهلي، بيجيب كلين شيتس، بيعمل تصديات رائعه، وفي نفس الوقت بيبقى مفيد لو حتى في مباريات الدوري جت فيه ضربات جزاء. ما شاء الله من افضل حالات محمد الشناوي، ده من الحاجات اللي ما كانتش باينه بس من دلوقتي. 72% من لعيبه الفانتزي الدوري المصري اختاروا الشناوي اللي على الكلين شيت، دايما ناوي في حراس المرمى. خلينا نشوف الثلاثه اللي قدام الشناوي. هبتدي من قلب الدفاع محمود علاء، اللي كنا لسه بنتكلم انه من اكتر الناس اللي جاب نقاط. محمود علاء في 36% اختاروا محمود علاء اتكلمت مع حضراتكم ان هو بيجيب ضربات جزاء لفريقه، يعني مش هو بيجيب على فريقه، لا بيجيب ضربات جزاء، بيحرز ضربات جزاء، بيطلع يجيب اجوان بدماغه، دايما بيزيد عنده نزعه هجوميه شويه، فبيخليه ان هو يحصل على نقاط لو في حاله احراز الاهداف. واتكلمنا على الكلين شيت اللي بيتحسب له. ناحيه اليمين عندنا كريم العراقي الباك العصري في النادي المصري، ده بيلعب في منتخب الاولمبي، من اللعيبه اللي دايما بيحب يزيد ويعمل اوفرات وفي نفس الوقت يعمل اسيستات لزمايله، عنده ان هو يجيب اجوان، وكان فارق كتير جدا مع نادي المصري في الموسم اللي فات وايضا مع منتخبنا الاولمبي، وحصل على 21% من اللعيبه اللي من المدربين اللي بيلعبوا فانتزي الدوري المصري. معلولو نجم الجبهه اليسرى، مش بس يعني في النادي الاهلي، ده في كل حته، واخد 75% من راي اللعيبه المدربين كمان اللي موجودين معانا. ومعلول برضو اتكلمنا ازاي هو بيزيد وبيحب يعمل اسيستات وكمان بيلعب ضربات جزاء، ودي من الحاجات اللي مديه عليه ترافيك كبير ان الناس كلها عايزه تختاره. خط الوسط في فانتزي الدوري المصري الاكثر اختيارا، كله عايز يحط اكتر لعيبه تكون بتجيب له اهداف واسيستات وبالتاكيد نقاط. هنخش على قفشه. القفشه ممكن خلاص، قفشه بقى تحول من لقفشه بس محمد مجدي قفشه لقفشه ممكن، والقضيه ممكن، ودي خلت قفشه في اخر شهر او شهرين محمد مجدي قفشه تحول تماما من لعيب كويس بروميسنج بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والجمهور المصري ان اللعيب ده مشروع لاعب رقم 10 طب، لواحد من اقوى نجوم الشباك اللي موجودين سواء في النادي الاهلي او حتى منتخب مصر. لو تفتكروا ماتش توجو، نو كومنت، ما شاء الله قفشه بيعيش افضل فترات حياته، وهو يستاهل الصراحه هذا الامر. عنده 46% من مدربين الفانتزي مختارين محمد مجدي قفشه او قفشه ممكن. نروح لعبد الله السعيد، اعلى لعيب جاب نقاط في الموسم الماضي، اعلى لعيب بيعمل لك اجوان وبيعمل لك اسيستات، اعلى لعيب في ثبات المستوى. ودي حاجه مهمه جدا، ان انت ممكن تجيب لعيب انت شايفه كويس قوي وهو ممكن في ماتشات يعمل لك اجوان كويسه قوي، ولكن فين ثبات مستواه؟ هنا بتيجي ترد من عبد الله السعيد على هذا الامر، ان عبد الله السعيد على مستوى السيزون كله مستواه ثابت دايما، سواء كان في النادي الاهلي سواء كان في بيراميدز، عنده ماتشات كتير يا اما جون يا اما اسيست، يا جون يا اسيست، له دور دايما مؤثر في نتيجه مباريات فريقه سواء مع اي فرقه بيلعبها، لانه هو السهل الممتنع بتاع الكره المصريه هو عبد الله السعيد، واخد 37% من الاصوات. احمد سيد زيزو الجناح العصري بالنسبه للكره المصريه، زيزو لعيب مفاجاه بالنسبه لاي حد،
مفاجاه ان اللعيب ده كان جاي فري نادي الزمالك، وده من اهم الصفقات اللي عملوها في اخر 7 سنين. هو احمد زي سيد زيزو. زيزو بيجيب اجوان، زيزو مؤثر، زيزو اجريسيف في انه يهاجم، زيزو مقاتل، زيزو دايما بيروح على الجون، اكتف على الجون، بيشوط على الجون. كل دي حاجات خلت المدربين يحطوه معاهم في بروازهم في تشكيلتهم. واخد 35% من رأي المدربين ان هم يكون معاهم في تشكيلتهم، لان الراجل مستواه ثابت، ودي نقطة مهمة جدا، ودي الحاجة اللي بتميزه عن لعيبة تانية كانت واخدة شهرة يمكن اكبر منه في فترة من الفترات. ولكن زيزو هو الستاندنج، زيزو هو المؤثر. كل ما تيجي تتكلم على ماتش من الماتشات، حتى لو مستوى الزمالك فيه مش توب ليفل، ولكن زيزو دايما اكتف وافكتيف، يعني دايما نشيط ودايما مؤثر في تشكيلة نادي الزمالك. اللعيب الثاني وهو لعيب بعد ماتش الاهلي والاتحاد في الكاس، ومن قبل كده السيزون اللي فات، المدربين اللي كانوا بيلعبوا الفانتزي معانا عارفين قيمته، عارفين قد ايه خطورته، عارفين ان هو من اللعيبه الافارقه الهجامه، اللعيبه الافارقه اللي بتعرف تجيب جون من نص فرصه، اللعيبه الافارقه اللي ثمنه ما هوش غالي قوي، ولكن يجيب لك بوينتس كويسه، ويجيب لك نقاط تقدر تحط عليها امال في حتى الماتشات الصعبه. يعني ماتش الاهلي والاتحاد مش كتير كان متوقع ان الاتحاد يجيب اجوان فيه، ولكن رزاق سيسي نجم نادي الاتحاد اللاعب السابق في نادي الزمالك واخد 33% من رأي مدربين الفانتزي عشان يكون موجود معاهم في فرقتهم. وده الرباعي القوي في خط الوسط الاكثر اختيارا ما بين مدربين الفانتزي على كل الاصعده. نروح لخط الهجوم اللي فيه 3 من لو موجودين في اي فرقه هيدوا اي دفاع، لو موجودين في اي فرقه لازم هيجيبوا جوان. هبتدي بالاناكوندا الجديد في الكره المصريه، مصطفى محمد. مصطفى لعيب جه من بعيد، لعيب تعب عشان يوصل اللي هو فيه، لعيب اتحمل انتقادات من كل حد، يعني حتى من النخب انتقدوه، من الناس اللي برضو متابعه للكوره جيد انتقدوه، النقاد انتقدوه، ولكن في الاخر استطاع ان هو يثبت انه البومبر الكبير في الكرة المصرية، المهاجم اللي دايما تحط عليه امالك وتلاقيه موجود وهدد لاي دفاع بيلعب عليه. واعلى جامب على فكرة في الدوري المصري او في الكرة المصرية حتى الان. 45% من مدربين الفانتزي ومن اللعيبة اللي بيلعبوا الفانتزي معانا واخدين مصطفى محمد وحاطين عليه امال، لانه هو خطير صراحه، هو اخطر خطير في ناحيه الهجوم بالنسبه لنادي الزمالك، وعشان كده موجود معانا بكثره. اللعيب التونسي الثاني، وخلي بالكم احنا معانا 2 توانسه في التشكيله، سيف الدين الجزيري مهاجم نادي المقاولين العرب، من اللعيبه اللي يدي لك اوبشنات كتير، سواء وانت مدرب في الدوري الممتاز، سواء وانت مدرب في الفانتازيا. ليه؟ ان سيف لو حطيته لاعب رقم 9 هيلعب، ما عندوش مشكله، سريع قوي مهاري، بيروح يجيب اجوان، وانت مش عايز كده في اي فرقه. يعني سواء انت مدرب في الفانتازيا او سواء انت مدرب في الدوري المصري، انت عايز واحد فيه الصفات دي. فكله راح على سيف الدين الجزيري، اللي الصراحه انتقال مؤثر لنادي المقاولين العرب، اللي بيعيش برضه فترة من أفضل حالاته من عقود كبيرة جدا. نادي المقاولين العرب ده تاريخ، نادي المقاولين العرب ده خد بطولة أفريقيا في أبطال الدوري، خد بطولة أفريقيا في أبطال الكؤوس، يعني عنده ميزان كبير من البطولات جواه. ويكفي إن أنا هقول لكم المقاولين عبد الستار صبري، محمد صلاح، محمد النني، يعني مواهب مفيش بعد كده. 31% من لعيبة الفانتزي اختاروا سيف الدين الجزيري لانه قدم موسم رائع مع المقاولين مع كابتن عماد النحاس. ولو انت اخترته بقى معاك، سواء انت كابتن محمد، كابتن احمد، كابتن علي، كابتن زيزو، واتيفر اسمك ايه، سيف الدين الجزيري من الحلول الكويسه اللي ممكن تحطها معاك في فريقك وتعرف تبني عليه شغل كويس جدا ومهم في المرحله المقبله. والتر بواليا اللعيب الافريقي القوي في وادي دجله. بواليا لعيب اثبت جدارته جدا، ان انت مش لازم تدفع فلوس كتير في فرود وفي الاخر يطلع فشوش. وطبعا كلنا عرفنا وشفنا حاجات كتير وامثله، اخرهم بادجي مع النادي الاهلي جاي بفلوس كتير وما فيش انتاج. هنا بقى مع بواليا عكس لك القصه دي، والجونه ويحسب لهم ان هم جابوا والتر بواليا وراهنوا عليه
والراجل الصراحه كل الماتشات الكبيره كان موجود وكان بيسجل. فده اللي خلى والتر بواليا كل مدربين الفانتزي يختاروه وياخد 29% من الاصوات اللي موجوده معانا، عشان يكون معاك شكل مهاجم قوي بيلعب بدماغه، سريع، اجريسيف، ما بيخافش من الماتشات الكبيره، دايما مؤثر. ده بالعكس في الماتشات الكبيره قدام الفرق الكبيره بيجيب اجوان. فده اللي خلى مدربين الفانتزي يروحوا لوالتر بواليا ويكون معاهم مهاجم قوي في تشكيلته.